السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة وعافية وانتو تتابعون فيديو اليوم حبيت أسوي وياكم حلا رمضان. أكثر شغلة أني أتكاسل منها إنه أقعد أسوي حلويات ورا الفطور. يعني تعرفون ورا الفطور إنه هو تنظيف وترتيب، فجدا تعبني هاي الشغلة مالت الحلويات. فاليوم حبيت أسوي وياكم كم نوع من الحلويات، شغلهم كلش سهل وطعمهم جدا طيب. واللي ما مشتركين بقناتي يا ريت يشتركون ويفعلون الجرس ولايك للفيديو حتى أستمر وياكم. راح نبدي بالوصفة الأولى ونقول بسم الله. وصفة الأولى هي وصفة مثلثات السميد. راح نحتاج نفس القياس، السميد والطحين، يعني كوب طحين وكوب سميد. وبعدها راح أستخدم ملعقتين طعام حليب باودر، أو تقدرون تعجنونها بالحليب السائل عادي. 3 ملاعق سكر. راح أخلط المواد كلها. خليت عليها نص الباكيت هذا بيكنج باودر وشوية فانيلا، نعطيها طعم كلش طيب. وراح أخلي نص ملعقة خميرة جافة. راح أعجن هاي المواد كلها سوية. أني استخدمت كوب مي، راح أعجن وأضيف وأشوف ايش قد أحتاج. بهاي المرحلة ممكن تستخدمون زيت أو زبدة أو سمنة اللي تحبوه انتو. أنا بالنسبة لي أحب أستخدم السمنة بهاي الحلويات. راح أخذ تقريبا ملعقتين سمنة وأضيفها على الخليط وأعجن. طبعا تقدرون تستخدمون ملعقتين زيت. راح أبقى أعجن بيها لحد ما تكون عندي هاي العجينة شوية قاسية، لا تخلوها تصير لينة. راح أخليها ترتاح في نص ساعة أو 40 دقيقة لما تختمر، وبعدين راح نشتغل بيها. بعد 40 دقيقة تفتحوها بالشبك. أني استخدمت هذا القالب، طبعا هذا بيه 3 أحجام، الكبير والوسط والصغير. هذا الكبير عندي. أحشيها جبن، أنا استخدمت جبن مثلثات العادي. الشغلة كلش سهلة، مجرد أفتح العجينة وأحشيها جبن وبس تطلع عندي بهذا الشكل الحلو. هذا عندي الحجم الكبير، راح أخليه هنا وراح أكمل فد كمية بهاي الطريقة. الثانية عندي استخدمت هذا الحجم الصغير، حبيت أسويه بالحجم الصغير، حسيته كيوت أكثر فاستخدمته. مجرد أفتح العجينة وأحشيها ونفس الطريقة. الشغلة كلش ممتع وسهل، حيطلع منكم كميات كلش كبيرة ما شاء الله. يعني كوب الطحين وكوب السميد سوى عندي تقريبا أكثر من 60 قطعة. هذا أصفتهم بهذا الشكل. وبعد ما كملت كل الكمية راح أرتبهم بهاي الصياني، أدخلهم المجمدة مجرد بس شوية يجمدون، وبعدين أخليهم بحافظة. ووقت اللي تحتاجوهم تطلعوهم تقلوهم بزيت وتخلون عليهم شيرة وتاكلوهم بألف عافية. كلش طيب هذا الحلا، يا ريت تجربوه، كلش طيب. أساسا هو أي شي بيسميد يكون طيب. وهاي عندنا أول وصفة، وهاي الكمية عندنا كلها ما شاء الله طلعت كلش هواية. هاي عندنا الحجم الكبير والحجم الصغير. طبعا أنا حبيت الحجم الصغير أحلى، ما أعرف ليش، حسيته مرتب أكثر. وعندنا الوصفة الثانية اللي هي مقرمشات التمر. أنا حشيتها تمر، ممكن تحشوها جبن عادي، هالشي اختياري.
فد حلا كلش طيب وسهل وسريع، وهم بالأخير يصير عندكم كميات كلش كبيرة. كل اللي أحتاجه بهاي الوصفة، ما أحتاج أي شي صعب، مجرد بس عجينة السمبوسة وتمر، وطبعا هذا الخليط اللاصق اللي هو عبارة عن طحين ومي، يصير مثل المعجون، وبس أخليه على طارف الرولة وخلص. قلت لكم ممكن تحشوه بجبن أو ممكن تحشوه حسب الرغبة، بس أنا ما أحب أحشيه بجبن، لأن بعدين ما راح نقليه بالزيت ونخلي عليه شيرة، لازم نسوي وياه تغميسة اللي هي جبن وقشطة وحليب مكثف محلى، فأنا ما حبيت الحشوة تكون جبن والتغميسة تكون جبن. بالتمر يكون أطيب. كلش سهلة طريقته، مجرد تخلون التمر بالنص وتلفوه شوية، تلفوه من الأطراف حتى وقت ما نقليه بالزيت يعني ما تطلع التمر علينا، يلف ونخلي على طارفه هذا الخليط اللاصق وخلص. وتقدرون بنفس الطريقة تقدرون تخلوه فارغ وتقلوه بالزيت وتخلون عليه مثلا شيرة أو شكر ودارسين، يعني هو يبقى هالشغلات ذوق شخصي. وبس هاي وصفاتنا لليوم، إن شاء الله تستفادون منها، إن شاء الله تفيدكم بشهر رمضان المبارك، وإن شاء الله يعود علينا وعليكم بالخير والبركة، ولا فاقدين ولا مفقودين يا ربي. بعد ما كملنا تفريزاتنا، عندنا بعد تفريزات الكبة، تفريزات كنافة وقطايف. يا ريت تتابعوني بوصفات جديدة، تدعموني باللايك والاشتراك، وحتى أنزلكم إن شاء الله وصفات جديدة. هاي كانت وصفاتنا لليوم، وانتظروني بفيديوهات جديدة، وأشوفكم إن شاء الله على خير، ومع السلامة.